السلام عليكم. وصفتنا النهاردة تبقى وصفة جديدة وغريبة، تبقى غريبة شوية، اللي هي وصفتنا وصفة داوود باشا. بس هتبقى حاجة كده ايه، تقدروا تقولوا حاجة من الجيل الخامس، حاجة كده زي ما بيقولوا آخر إصدار. بس لو لسه مش مشترك في القناة ادخل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا احنا هنجيب الملفوفة بتاعتنا اللي المفروض ان احنا هنخليها من جوه، وهنحط فيها كفتة داوود باشا ونسويها في الفرن. هنفتح الملفوفة بتاعتنا، نعمل لها تقريبا ده زي تقريبا هيبقى الغطا. هنشتغل الغطا بتاعنا وهنفتح الملفوفة، نشتغل كل الداخل اللي جواها، نخليها من جوه ونسيب الداير من بره سليم. نحاول ان احنا ما نفتحش اي فتحة في الداير من بره عشان يفضل محافظ على الكفتة ويسويها كويس. نخلي كل الجزء اللي جوه ده كله، ولكن بالراحة واحنا بنخلي عشان ما نقطعش الجزء اللي بره. نخليها كويس، وده طبعا شكلها النهائي بعد ما خليناها. واهم حاجة بعد ما نخليها كويس نركنها بقى على جنب، ونبدأ نجهز في الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا هتبقى يعني تجهيزها سهل وبسيط، مش حاجة صعبة ولا حاجة. هنجهزها معاكم خطوة خطوة. أول حاجة هنبشر البصل، هنبشر بصلتين بس، طبعا أنا مش هطول عليك الفيديو. وبعد كده فلفل، أقطع فلفل أحمر أو أخضر على حسب الموجود في البيت، نقطعه قطع ناعمة على قد ما نقدر. وبعد ما نقطع الفلفل كله، اللي بيحب الحار يجيب قرن أو اتنين حار على حسب ما هو عايز. وربطة من الكزبرة، طبعا تكون مغسولة قبل كده. طبعا الخضرة بتاعتنا كلها غسلينها كويس ومجهزينها. قطعها قطع ناعمة. والفلفل الحار بتاعنا اللي بيحب الحار بقى محتاج قرن حار، قرنين حار، مش محتاج حار، على حسب الحاجة. الحار ده اختياري يا جماعة في جميع الوصفات، سواء معايا أو مع غيري. اللي يحب الحار ويلاقي الوصفة فيها حار ممكن يضيف، مش حابب مش حابب. بعد كده جهزنا الخضرة بتاعت الكفتة. نبدأ نجهز اللحمة المفرومة بتاعتي. والملفوفة بتاعتي بتحتاج قد إيه؟ تقريبا كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة. طبعا كل حاجة على حسب الإيه، على حسب الملفوفة نفسها، كبيرة صغيرة بتحتاج قد إيه. نحط كل مكونات الخضرة بتاعتي اللي قطعتها، ومعاها معلقة من الكمون، ومعلقة ونص من الملح، وننزل بيهم، ومعلقة من الفلفل الأسمر، وننزل بيه على الكفتة طبعا. وبعد كده هنجيب إيه معانا؟ شوية من الشطة، ربع معلقة. وهنبدأ نقلب كله كويس. أهم حاجة التقليب كويس عشان الأنسجة بتاعتي تتخلط ببعضها كويس وتتماسك. بعد كده لما أجي أكور كفتة بتاعت داوود باشا، أجي أكورها معايا تتماسك مع بعضها كويس. وهبدأ أعمل ده كله كور. ده تقريبا الوصفة تقريبا فيها كيلو إلا ربع. تقريبا معايا حوالي 200 جرام من الخضرة أو 300 جرام من الخضرة على البصل على كله. تقريبا ده حجم الكرات كلها كده، يعني تقريبا هتملى الملفوفة بتاعتي. الوصفة بتاعتي يا جماعة عشان ألخص لكم القصة، تحتاج معايا معلقتين من الصلصة وخمس كوبايات من المية. معلقتين من الصلصة وخمس كوبايات من المية. بس أنا حطيت معلقة من الصلصة دلوقتي ومعلقة من الزعتر، وعندك معلقة من الفلفل الأبيض، ومعلقة وربع من الملح. وهبدأ أقلب ده كله كويس. وهحتاج كمان بعد كده هضيف كمان معلقة صلصة، اللي هما أصلا معلقتين. هحط معلقة في البداية ومعلقة في النهاية عشان أدوب كويس وتدوب معايا الصلصة بسهولة. ده بقيت 5 كوبايات المية بتوعي. أبدأ أدوب الصلصة بتاعتي أو الصوص الأحمر بتاعي كويس. طبعا بعد ما أدوبه أضيف كمان معلقة من الفلفل الأبيض، لأن لقيت الفلفل الأبيض هيبقى قليل شوية. وهبدأ أجيب الكور بتاعت اللحمة المفرومة بتاعت داوود باشا، وأبدأ أنزل بيها في الملفوفة بتاعتي أو في الكرنبة بتاعتي اللي أنا خليتها من جوه. أنزل فيها كويس. ده طبعا كان كل الكور اللي كانت معايا اللي أنا كورتها جت تقريبا على قد الملفوفة أو على قد الكرنبة بالظبط. وأبدأ أنزل كل الصوص الأحمر بتاعي. هيفضل شوية في أرضية الملفوفة من تحت، والباقي هينزل في الطبق بتاعي أو في الطاسة اللي هتخش الفرن. وأهم حاجة أما أجي أقفل كويس ورق زبدة وصلفر، لأن لو مقفلتش كويس يا جماعة كل ده هيتبخر ومش هيتسوي معايا اللحمة كويس. بعد ما قفلتها تقفيلة كويس هدخلها الفرن
على درجة حرارة 180 تقريبا. خدت مني بالظبط حوالي 90 دقيقة. طبعا لما تطلع الملفوفة هتلاقيها ايه، دابت شوية لانها طبعا استوت، كأني سلقناها كده في مية او حاجة. بس طبعا الحاجة اللي جوه استوت. انا اهم حاجة عندي الحاجة اللي جوه تستوي وتاخد من ايه، من طعم الكرنبة. استوت واخدة من طعم الكرنبة حاجة كده زي ما بيقولوا طعمها جنان. وصفة جديدة، وصفة حلوة، ان شاء الله هتعجبكم.